تخيل تشتري وتدفع وتستلم وفجأة يطلع لك طرف تالت ياخد منك الحاجة دي بقوة القانون. في حالات في القانون البيع فيها مش بيكون نهائي بنسبة 100%، حتى لو معاك عقد، لأن في ناس تانية القانون بيديها الأولوية إنها تشتري الحاجة دي بدالك لو توفرت شروط معينة، وده اللي بنسميه حق الاسترداد أو الشفعة. امتى حد ياخد منك ثروتك قانونا؟ حق الشفعة في العقارات أشهر حالة هي لو انت اشتريت شقة أو أرض ويطلع الجار أو الشريك في الأرض دي ويقول أنا أولى بيها. القانون بيديله حق إنه يحل محلك كمشتري ويدفع نفس التمن اللي انت دفعته وياخد هو العين، بس ده لازم يحصل في مواعيد قصيرة جدا وبإجراءات رسمية. تاني حالة الشركاء في الميراث، لو بتشتري حصة في بيت ورثة من واحد منهم، باقي الورثة ليهم الحق إنهم يستردوا الحصة دي علشان البيت ما يدخلوش غريب. القانون بيحمي خصوصية الشركاء والورثة في النقطة دي بالذات. تالت حاجة بيع الحقوق المتنازع عليها، لو بتشتري حاجة عليها قضية أو في نزاع قانوني شغال عليها، الطرف التاني في القضية دي ممكن يطلب استرداد الحاجة اللي انت اشتريتها مقابل انه يدفع لك اللي انت دفعته فعلا مع المصاريف والفوائد. معلومة مهمة، حق الاسترداد مش مفتوح للأبد، القانون حط مواعيد صارمة، يعني لو الجار عرف البيع وما طلبش الشفعة رسميا خلال وقت محدد 15 يوم من تاريخ الإنذار الرسمي، حقه بيسقط تماما والبيعة بتتثبت لك. عشان الشفعة تتقبل، الشخص اللي عايز ياخد الحاجة لازم يودع كامل الثمن المكتوب في العقد في خزانة المحكمة، يعني مش بس كلام، لازم يدفع كاش عشان يثبت جديته. في حالات ما ينفعش فيها الشفعة، زي لو البيع حصل بين الأصول والفروع، أب لابنه، أو مثلا بين الزوجين، أو لو البيع حصل بالمزاد العلني. في الحالات دي ما فيش حد يقدر يتدخل في البيع. نصيحتي النهاردة، وانت بتمضي عقد البيع اسأل كويس عن الجيران وموقف الشركاء، ولو تقدر تخليهم يوقعوا كشهود على العقد، ده معناه انهم موافقين على البيع ومش هيطالبوا بالشفعة بعدين. الحركة دي بتأمنك وتخليك تحط في بطنك بطيخة صيفي. بكده نكون قفلنا ملف عقد البيع بكل تفاصيله. المرة الجاية هنبدأ في عقد الإيجار ومشاكله اللي مش بتخلص، القديم والجديد، وإيه اللي ليك وإيه اللي عليك. عمرك سمعت عن حد خسر ثروته بسبب الجيران أو الشفعة؟ احكي لنا الموقف في الكومنتات. لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على التيك توك ما تنسوش الريبوست والفولو، ولو على الفيسبوك ما تنسوش الفولو واللايك. أشوفكم الحلقة الجاية.